مرحبا بكم، مازلنا مكملين في سلسلة السيناريوهات. وفي الفيديو اللي فاتت اللي باش نخليه لكم في الكاردز عرفنا كيفاش نلقاو فكرة، وفي حلقة اليوم باش نعرفوا كيفاش ننقلوا الفكرة هذيك من مخاخنا للورقة. ما نفاش نستناو، يلا نبداو. برشا ناس في بالها اللي كاتب السيناريو يقعد على الطاولة ويبدا يكتب في السيناريو من الاول والاخر على فرد جنب. لا، مش صحيح. الكاتب الصحيح يبدا يكتب في التمبليت تاع القصة. لازم تحدد ابرز الاحداث في السيناريو متاعك. عندك المنطلق، الحدث اللي يبدا به الفيلم ويقلب حياة البطل. عندنا نقطة التحول وين الأحداث تبدأ تتفرع والبطل متاعنا يبدأ يحدد في الأهداف متاعه. لهنا نوصلوا نص الحكاية وإلا نص الفيلم متاعنا وين باش نحكيو على الصراع واللي باش يغير لنا برشا معطيات. عندنا زاد المأزق ولا المشكلة، البطل اللي يتورط لأقصى درجة وتضيق به الحلول الكل. وعندنا زاد الذروة وإلا العقدة واللي هي أعلى نقطة صراع في الفيلم، وين لهنا باش نعرفوا هل البطل ربح وإلا خسر كل شيء. باش تفهموا مليح إجا نطبقوا التمبليت هذايا على فيلم انسبشن، واحد بالرسمي من اعقد واقوى السيناريوهات بالنسبه لي انا. الحق يعني هذا رايي وانا حر فيه. معناه عندنا البطل الكوب تجيه فرصه اخيره ومهمه شبه مستحيله باش يرجع لاولاده، وهي زرع فكره في عقل شخص. يبدا يلم في الجروب الخارق نتاعو ويخططوا للمهمه ويدخلوا للحلم الاول. في الوسط بالضبط يكتشفوا المفاجاه الصادمه واللي هي اقل الهدف مدرب ومحصن والموت وسط الحلمه معناها باش يضيع جمله. ذا ليمبو الجروب يتورط ويهبط لطبقات الحلم العميق ومرتكو بالميتا تظهر في عقله الباطن وتدمر كل شيء. لهنا كما تشوفوا التسلسل متاع القصة يوصلنا للذروة متاع القصة، وين المواجهة الكبرى في أعمق نقطة في الحلم باش ينقذوا الجروب ويهربوا قبل ما يطيحوا الطبقات الكل. شفتوا كيفاش مجرد أنه عندك الأحداث هذوما القصة تتبلور وتتولد عندك مسودة كاملة وخاصة مفهومة للفيلم من أوله لآخره. دونك نراجعوا مع بعضنا. عنا لي 5 بوان هذوما اللي هما المنطلق، نقطة التحول، نص الحكاية واللي باش يصير فيها صراع باش يغير المعطيات الكل، عنا المشكلة وإلا المأزق، وعنا آخر حاجة اللي هي الذروة وإلا العقدة. بعد ما نربطوا النقاط الخمسة ذوما شنيا نعملوا؟ نطلعوا بالملخص ونجيو تو للخطوة اللي بعدها واللي هي التريتمون. وانا حبسطها لك على الاخر. من الاخر هي تفتيت القصة الفقرات، كل فقرة تعبر على مشهد كامل اما من غير حوار. مثلا اجا نكتبوا مع بعضنا يا سيدي: أحمد وسامي يمشيان في شارع مظلم، ملامح الخوف واضحة، وفجأة تظهر سيارة سوداء تلاحقهم. هذا مشهد كامل. وصفت الحركة والأكسيون من غير كلام، هكا تضمن أنك قاعد تبني في سينما بصرية فيجوال، خاطر أنت عندك سينما لهنا ماكش راديو باش تحط لي برشا ديالوج. وآخر حاجة قبل ما تجبد ورقة وتبدأ تكتب وإلا تحل البيسي متاعك ولا النوت متاعك، عندي ليك 3 نصايح. شيخ روحك يا سيدي. أول حاجة ديما تكتب بصيغة المضارع: يذهبوا، يفتحوا، يركضوا، على خاطر الفيلم تو قاعد يتعدى قدام عينين السبكتاتور. ما تقولش مشي، قول يمشي. ما تقولش ذهب، قول يذهب. ثاني حاجة ابعد على المشاعر والشعر، معناها ما تجيش تكتب لي في السيناريو يبدو عليه آلام السنين وتجاعيد الماضي، على خاطر هذا الكل ما يهمهاش فيه الكاميرا. اكتب حاجة نجم نصوروها. شو دخلنا نحن باش نصوروها؟ نقصد الدي او بي بتاعك يصورها نجم نشوفها بعينين. معناها تنجم تكتب: يجلس وعيناه مبللتان بالدموع وهو ينظر إلى صورة قديمة. ثالث حاجة كل مشهد لازم يقدم قصة، وكان عندك مشهد زايد وماهوش قاعد يدز في الأحداث القدام طيروا في السيناريو ولا في المونتاج، على خاطر بالرسمي قاعد يطول في الفيلم في الفارغ. تو التمبليت حاضرة والاناليز واضحة. الحلقة الجاية باش ندخلوا كيفاش باش نبنيو الشخصيات سيكولوجيا وفيزيولوجيا باش تخلي السبيكتاتور يتعلق بالشخصيات. وكان عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ما عجبكمش اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب للشين وبارتاجيو الفيديو لاصحابكم باش تعملوا سيناريوهات وافلام وبرشا فازات. فهمتني ولا؟ وما قال لي كان باش نقول لكم كان بيس لوف